السلام عليكم، كيف كل شيء الأخبار؟ معكم أنور فراس. فراس والضيف الجديد أبو محمود دياب. اليوم يا جماعة حنعمل دوريات يعني متتالية، كل جمعة حنعمل دوري سلسلة ولا تواخذونا يا جماعة، يعني شو غبنا كتير، صارت معنا مشاكل وهيك. اليوم يا جماعة حنحكي عن أفضل مسلسل سوري. شوفوا ها ما باين زيادة. المهم هدول المسلسلات هلا حنعمل مثل قرعة ونتحدى، يعني خلينا نتحدى بعض. هلا كل مين راح يكتب المسلسل يلي هو يتوقع انه حيفوز، ويلا خلينا نبدأ. توقعك وشيء الورقة وطوية بدون ما نشوف يعني أي مسلسل؟ ايه لا تشوفوا لا ديروا الشر اللي بحبه مثلا يلي تتوقع انه حيفوز. بتوقع انه هو حيفوز، حياخذ المرتبة الأولى بس من هني موجودين بالقائمة. شوفوا هذول القائمة. أنا بتوقع نوريكم الحاجة. يلا طب رح نرجع لكم بس بينما يكتبوا كل بنتوقعوا ونرجع. مرحبا، السلام عليكم. شو هلا يا جماعة كتبنا كل مين توقعوا، حطوا بجيبته. المهم هلا حنبلش القرعة، حنبلش من عند دياب. أول شي حيسحب 2، بعدين أنا، بعدين فراس من اليمين يعني. يلا حنسحب كل 2 سوا ونعمل مثل دوري 16، هون 8 وهون 8، ورح ننقي أول شي. ما تفهم شي صوت 2. هات فرجيني اياه. اسحب واحد هاي 2 سحبت 3. أول واحد معنا مسلسلات غوار كلهم، يعني مثل عودة غوار، مقالب غوار، حمام الهنا، وصح النوم، ولسه فيكم. هاي حطينا بهالجنب. والتاني ضيعة والله قوية يعني ضيعة مع مسلسلات غوار، تخيلوا. نحط من هون ونحط من هون. هلا هنحط هيك، احنا نبلش من هون هيك ونحط هون. هلا انا رح اسحب يا جماعة، سحبت 2. شوف بيطلع معنا بلاد الوقوق. قريب على ضيعة فكرة. والخردة كمان والله حلوة يعني. صار دوري يا شباب. اسحب واحدة، هات خرجينا. أنا بشوف هلا زمن البرغوث صار نساعد نحكي عليه، ولا فاهم ولا هذا الكبيش. أيام شامية، مسلسلين حلوين وشامية، أجواء شامية يعني. اي أصحاب يعني اليوم كنت متوقع يعني يطلع لي أنا زمن البرغوث بهالسحبة. أصحاب اليوم هات نشوف حنس 2 مباشرة. هاي 2 ليش حاطيهم فوق بعضهم؟ لك هات 3. لك هات أنا بقرأ. أنا بدي أقرأ. اسكت هلا أنا اللي حقرأ لأنه أنا بالنص. شو صار معك؟ بقع الضوء وليالي الصالحية بعض عن بعض. هلا دوري بالسحب. هاي أول وحدة. أو جانتي مع مين بده يتحدى يا ترى؟ باب الحارة. حلو والله صعب يا جماعة، صعب والله صعب. أبشهاب وأبشانتي. عيلة النجوم يعني كل أجزاء. والخصم 7 ولا التالي 5 يا أخواتي اللي هو صبايا. الصبايا. أوه ما زيادة، ما أصحاب آخر قناتين نازل. تسحب يلا ما يأسر رجال العز. حلوة أيام شامية. يا سلام مع حلو. أنا مرايا مرايا. كله صغير. كله أهل الراية والهيبة. أنا قلت له الهيبة مسلسل مو سوري، مسلسل لبناني. قال لي لا سوري لبناني. أنا ما بعرف، اكتبوا لنا بالتعليقات السوري اللبناني ولا لا.
يا جماعة المسلسلات التحدي كتير قوي. هلا حنبلش مسلسلات غوار وضيعة شوي. مين يبلش؟ هلا هون أعطينا رأيك من مسلسلات غوار شو؟ يعني انت شو انه حلوة؟ يعني حلوة. شو عملت؟ انه اثرت بشعور الضحك عندك، شعور الحزن، اي شعور يعني. هي انا مسلسل غوار تبع شو اسمها؟ عودة غوار. عودة غوار كتير حلو بضحكني. بعنتر بيشبه بعنتر الحوت. طبعا بيشبه. يا شو جماعة. رأيك انت؟ انا واحد بتختار هلا ضيعة ولا خلينا مسلسل نبدي غوار؟ رأينا بمسلسلات ضيع غوار. هلا مسلسلات غوار كان كتير تصوير قديم بس حلو. بس ايه حلوة بس. لا مو نحن- كل التصوير قديم. هلا عودة غوار مو قديم ايه كتير. بس الكاميرا كانت ما لا زيادة الضغط كاميرته ما- حلوة. بس كان بوقتها كان حلوة في يعني أحداث. بوقتها كان التلفزيون جديد هون عنا بسوريا. حتى الألوان جديدة صارت. بس هلا انت عم تحكي قدام ضيعة. عم اقول لك بس هي ضايعة أحلى. أما أنت عم تسألني عن مسلسلات غوار. هلا انت عم تحكي عن جودة. هلا انت صوت. ترك الجودة. جودة. لا انت ترك الجودة وبيسرق. التصوير ولا هي. انت حط بمخك هلا الشعور شلون كان وقت حضرته انت هذا المسلسل وحضرت هذا المسلسل. طبعا مسلسل ضيعة كتير كان مضحك وأثر بالشعوب كتير. هلا العالم تتفرج عليه هلا حاليا وكتير حلو. انت شو رأيك؟ انا لا ضيعة للصراحة ما كتير بحبه. انا بحب مسلسلات غوار اكتر. انه مسلسلات غوار شلون يعني بدي لكم انه بتذكرنا مثلا بكون قاعد مثلا انا واهلي بتذكروا ايام زمان وبنضحك على المسلسلات وخاصة نصعد غوار وقت بيجي ضفدع. والله خلي عواك يصل لقبرص. ضايعة أحلى. يا هم ملالي يا هم ملالي. أيام زمان. انا إيه. بدي عودة غوار. مسلسل أنا غوار. ضيعة. أنا ضايع. خلاص مسلسل غوار يخسر. ويعني للأسف طلع أول شيء. هلا هلا معنا بلاد الواقواق والخربة. انا الصراحة خلاص انت جاوب. صراحة أنا الوقوق ما زيادة تفرجت له. أما الخربة متفرج له. هلا الخربة عبارة عن قبيلتين هن دروز بس. هي عبارة عن كلام السويدة شلون حكيهم وشلون عايشون شلون عيشتهم شلون بيحكوا شلون طريقتهم. بس كمان كتير كان حلو ومضحك خصيصا وقت لما بيعلق بالكهرباء اللي هو ما عم يفلتني. خصيصا وقت رشيد بتاع السوق وقت بيسمع شي ما بيعجبه البطارية غيروا له. هلا قل لي دياب انت انا مسلسل بتختار الخربة أما ولا الواقواق كان عبارة عن إنه غرقوا بالبحر مدري شلون وصلوا جزيرة مهجورة ورشيد عساف بالأخير معه بارودتين. هو في قبطان اللي هو باسم ياخوب بيعملوا مثل مظبوط. انا ماني متابع. ما بعرف أي مرة ما بتذكره. إنه بصيروا بيعملوا إنه مثل جيش لحالهم بصيروا بيهربوا العالم من رشيد عساف وبيتركوه بالأخير بالجزيرة إنه هو ضابط. والمسلسل كتير كمان مضحك بس نحن عم نحكي قدام الخربة. مظبوط. خربة أحلى إنه أنا مضحك كدراما وكضحك يخليك تنبسط. انا كرأيي متعب أنت عم تتفرج. بعدين لا تنسوا دريد لحام فيه هيك ورشيد عساف. هلا انا لا لو الصراحة إذا بدك تقول دريد تابعتها. اللحام كانت نجحت مسلسلات غوار. كمان حلو. بس نحن عم نحكي شو معناته إنه هاد أحلى ولا هو. طب خلينا
أنا ما التصويت. بديت رأيي كأنه يلا جينا. انت بتقول انه لا هاد تابعته ولا هاد تابعته. مظبوط، بس ما لازم نقي. إيه، يلا لا التصويت. خلاص الغربة. الغربة انت خربة. وانا الغربة. طلع بقى بلاد الوقوف مع انه حلوة. ما حبيته. وتأهل الغربة هلا للنصف النهائي. لا شو أقوى مسلسلين زمن البرغوث. أيام شامية. ايام شامية. شو كان اسمه؟ مو معلم عمر. أنا زمان شيت الشوارع وما شوارع. محمود. ايوه. يروحوا الشوارع. معلش بلش. يلا. أنا زمان البرغوث هلا بتابعه، يعني على اليوتيوب هيك كل ما يكون دايق خلقي بقى بتفرج على زمان البرغوث، إنه كتير فيه شغلات، يعني فيه شغلات حلوة فيه شغلات حزينة، يعني بتعبر عن الضحك بتعبر عن الحزن، خاصة نصر أبو نجيب. هلا انا بصراحة ما بحب زيادة زمن البرغوث، بس وقت نقول ابن نجيب خذوا جيب. هات رأيك. كله نجيب موجود هون. رأيي إنه هلا أنا أيام شامية ما تابعت زيادة كمان. هو حلو بس ما أما بحب. زمان البرغوث كله حلوة. أخذ جائزة زمن البرغوث أول ما طلع. انا متابعة لأيام شامية بس ما بتذكر كتير تفاصيل. مشان هيك هذا بيجوز لو متابعينه يكون خياري غير هيك. لا انا متابعة بس ما بتذكر تفاصيله انه كتير قديم. مم. يلا هلا التصويت شو؟ أنا زمن البرغوث. زمن البرغوث. خسر أيام شامية كمان زمن البرغوث. زمان. يلا هي طالعنا زمن البرغوث وتأهل. أيام طالعنا شامية أيام شامية. وتأهل زمن البرغوث للنصف النهائي. هلا ليالي الصالحية بقعة ضوء وبقعة ضوء. طبعا بعض عن بعض كتير ما بس اثنين قويين. كتير ايه. هلا بدأنا عندها. هلا ليالي صاحية كان حلو كأيام قديمة. كأيام شامية. ايه وكأن كأخوة بيساعد الناس هي انه يعني اكل حقه وضله قوي، ما ضل انه يخون او معاملة هي ضله قوي وما زعل يعني. هي القصة عن المعلم عمر، يعني كانت شلون معاملة ابن عمه معه، شلون هو معاملته مع ابن عمه. ما هيك؟ هيك يعني. إيه، وبالأخير بيغيروا لابن عمه، بيعطيه أرضه بيعطيه. برجع له كل شيء. هلا هي عبارة عن قصة. هو مدل وعطاه اي شيء بده اياه، بس قال له لا تقرب على الامانه وانا مستعد اعطيك اي شيء. هلا هي عبارة عن قصة كاملة. أما بقعة ضوء كل يوم بيعطوك قصة، كل يوم بيعطوك كل يوم عباره. هلا هذا الشيء طبعا القصة أحلى ما شو. هي عباره احيانا بتكون قصه واحيانا بتكون عن عبارة عن يعني انه بيغيروا لك الجو، بتحس انت تنبسط معهم، انه بتقعد تندمج. تتفرج تندمج ايه. تنسى اللي ببالك. هلا تصويت ولا ما كثير؟ ليالي الصالحية. ليالي الصالحية. يا صراحة هذا بالنسبة قوي. بقعة ضوء طلع وللأسف الشديد مع يعني. انه هو مسلسل حلو بس ليالي الصالحية احلى. طبعا ليالي الصالحية إنه قصة. هلا أبو جانتي وباب الحارة. هلا باب الحارة هبلش انا. باب الحارة اولا كان حلو، بس وقت قطعوا الجزء السادس ولا السابع السادس وقت بيموت الواوي. وقت بيموت الواو صار كتير بايخ. بايخ وممل. صار للضحك وبس وللمسخرة. وحتى لما قاموا معتز وحطوا غيره، ولما قاموا سامر المصري اللي هو عقيد الحارة، وحتى كانوا بدهم يقيموا عباس النوري، يعني هو بلش المسلسل يبيخ. يعني يبيت مثل سندويشة شلون بتبيت. طفت الكهرباء. ايه يا جماعة بس لا تجي الكهرباء بنرجع. يا جماعة كنا عن رأي دياب إنه مسلسل بيبيت. مدري شو كنت عم تقول. انه بوت مو بيبيت.
عن حق. لما طلعوا الأبطال شاتوا باطل المسلسل غليس. غليظ إنه من الأساس لازم اللي بلش هو اللي لازم يكمل. هلا إذا بتلاحظوا يا جماعة عطى بهجة إنه أبو شهاب كان عاطي بهجة إنه من حقه كان أثبت إنه هو عقيد الحارة. هلا إذا بتلاحظوا يا جماعة على اليوتيوب أول ما بتفوتوا يعني مو كل أيام بس أخطاء باب الحارة أخطاء باب الحارة عودة أبو شهاب بالجزء التالي عودة مظبوط. هلا هي حتى صارت بس خلاص شغلته. سامر المصري حكى عليها هي إنه المسلسل قائم إنه على عودة أبو شهاب أنا ما راح أرجع. ما حقرجع. هو عم يجيب مشاهدات العالم عم يفكر إنه حيرجع أبو شهاب لفوت تابع لشوف شلون حيرجع هيك العالم عم يفكر. مثل وقت قال بدي يمثل بوادي زي يقولوا بده يمثل بلش المسلسل مو مثل لسه ما بلش. صار لك يقولوا صار 3 سنين يمكن. بس هي يمثل أكيد. وين وفي بعد ما يموت وسام المصري كمان حكى عن أخطاء باب الحارة. إذا بتلاحظوا أبو عصام لابس جينز ليش؟ لأنه باطل المسلسل العالم ما عاد تهتموا له. أيوة إنه خلص اعتبروه كمصلحة بس إنه جايين يشتغلوا شغلهم ويروحوا. ما عاد تهتموا كهواية مثل أول إنه نحن مبسوطين بهالتمثيل. حتى محمد قنوع اللي هو أبو سليم صهر ولا أبو عصام قال إنه أنا ما مثلت لأني حبيت المسلسل إنه هي بالنهاية مصلحتنا بس مشان هيك. رأيك؟ أنا أبو جانتي لا باب الحارة صار كتير قديم. أنا حكيت رأيي أنا هذا قبل ما تحكي الكلام. أكيد أبو جانتي. وأبو جانتي طبعا كتير كان حلو. أبو جانتي كتير حلو وعلى طول كان يغني وضحك أما بالجزء الأول الثاني كمان حلو بس الجزء الأول أعطى بهجة أكتر وأحلى. هلا أنت شو بتنقي؟ أبو جانتي. أبو جانتي. أنت؟ أبو جانتي. وأنا أبو جانتي. باب الحارة طلع. نتفق سوا. أبو جانتي أنا كتير نتفق سوا. عيلة النجوم وصبايا كتير لا المنافسة مو كتير قوية ولا شو بتقول؟ لا عادي هي هذا بجهة وهذا بجهة. هلا عيلة النجوم هي عبارة مثل فندق بديت وأم أحمد طلعت. لا مو فندق بيت هن بيت إلهم. إنه هي بس عندها أسهم وشركة وهيك شغلات. إنه هي بدها تساوي شركة. مين عندها شركة؟ هي مثل بيتها مثل فندق. هي بيت 7 نجوم إنه عايز اللهم صل على النبي إنه أنا ما عم بحكي على 7 عن 5. أنا عم بحكي أول 5 ولا 7 أول جزء. أنا عم بحكي على أول جزء. في عيلة نجمة واحدة وفي عيلة نجمتين. هلا هو بالنهاية حلو. المهم هو بالنهاية كتير كان حلو وضحك كل الأجزاء. هو مسلسل كوميدي يعتبر ولا شو ما له قصة. أما صبايا هي عبارة عن 7 بنات يمكن بالجامعة وكتير واحدة منهم غبية على أساس ما زيادة كتير حلو. هو كوميديا كمان بس ما له شعبية. لا شو مين شو بتنقوا؟ 7 نجوم. 7 نجوم. عائلة نجوم. عائلة نجوم يعني صبايا بيطلع. طبعا أنا متوقع إنه يطلع أول شي إنه بأول دوري. هلا حننتقل على رجال العز ومرايا. مرايا يتحدث كل مرة شكل بيعطيك إنه عبارات. بيعطيك مثلا حلقة مثلا بتضحك حلقة فيها عبرة بس بيعطيك فهم. ايوه. هلا هو عبارة لو كان في ضحك ومزح حلو بس بيعطيك فهم. هلا هو عبارة عن المسلسل بالأصل انكتب إنه يعطيك نحن شلون عايشين وشلون حياة المسؤولين وشلون بس بعبارة عن ضحك مشان ما يصير مشاكل وهيك شيء. أما نحن بنحكي أما رجال العز هو عبارة عن عبود إنه أيام ظلم. قديمة. وهو أيام شامية كمان بس حلوة. حلو. حلوة مثلا وقت تنكشف كيف انظلم ورجعوه بعد سنين طويلة تحمل وضل يساعده وما استغنى عنه. لأنه هو توعد له.
وتوعد له بس ما ترك الحارة لو توعد لسه. هلا نحن شلون تصويت؟ شو اللي عايزه؟ مرايا. رجال العز للأسف طلع يا جماعة، بس مرايا طبعا. أهل الراية والهيبة. أهل الراي. طبعا أهل أنا الراية. الهيبة ما حبيته. ولا حبيت أنا. بس أول جزء تبع اسمع. لا. هدي حناش. وين الحنش بالموضوع؟ ما بقول هدي حنش. ما بعرف. بيقولها بغير. أنا ما شفته هدي والله. حناش. يا جماعة الهيبة سوري لبناني، أنا ما أحب الاختلاط صراحة. المسلسلات اللبنانية نهائيا ما أحبها. يعني عاملين فخياه. هلا هو الممثلين كلهم سوريين. بس تمثيله بلبنان. وبصراحة يعني فيك تقول سوري الممثل. حتى محتوى المسلسل ما زيادة. هو كان أحلى جزء كان أول جزء. بس أنا ما فرجت له. أما أهل الراية أجواء شامية وكان أحلى، يعني إذا بتحطه قدام باب الحارة أو قدام زمن البرغوث طبعا أحلى طبعا. ما بالنهاية أنا أحلى. برأيي أهل الراية أحلى من الهيبة، ما عم أقول إنه أحلى من إيش. زمان البرغوث أحلى. أهل الراية زمان البرغوث هي عبارة عن رضا الحر، شلون بينظلم ولا ما بينظلم هاي. بيقوس ضابط بالجيش قبل ما أنا بيروح بكون على السجن. إيه عرفته. بيرد بيجوا بيفزعوا له شباب. إيه بيطلعوا وقت بنعمل ينقلوا على القلعة بيجمع عليهم بهي. بيرد يعني تقريبا يمسكهم واحد مثل وقت طلع وضاح، وقت شو اسمه، وقت نقلوهم على القلعة الثانية، وقت توضاح مع الأساس ما كانوا عم ينقلوا، عم يجوا سوار وشو اسمه حرروا. تقريبا هو يعني نفس الشكل يعني تقريبا. وهذا أول ما يفوت على السجن يمكن بيقتل هذا اللي بيتحرش بأمه. شو كان اسمه؟ معلمه. معلمه ايه، بس شو اسمه هو كمان؟ ما بعرف. ما بيقتلوا دغري. انت شو بتنقي؟ أهل الراية. الهيبة أكيد بدها تطلع يعني بصراحة. أنا كل شي ما أحبه بيطلع. أهل الراية هو. يا جماعة هلا انتقلنا على الدوري النصف النهائي اللي هو كمان أول تحدي راح يكون بين ضيعة وزمن البرغوث. هلا يا جماعة زمن البرغوث أيام شامية، وهذا ضيعة لحاله. من دون نقاش ومن دون تعبير عن الرأي زمن البرغوث. ضيعة. ليش ضيعة؟ هيك أنا مرائي. زمن البرغوث بيطلع هذا تعبيري. ضيعة. لا ليش بيسموا هذه ربع النهائي، هاي النصف النهائي. هلا هون في الليالي الصالحية والخردة، ما كتير زيادة قوي. الليالي الصالحية أنا بقول. أنا ناس كأنه كتير ما هلا نقينا ناس. لا أنا بقول ليالي الصالحية. وأنت؟ ليالي الصالحية. ليالي الصالحية. خردة بتطلع هلا. أبو جانتي ومرايا كتير أول. أنا بقول أبو جانتي. مرايا. والله صعب. اللي هون في سامي المصري وهون في ياسر العظمي. صعب نهائيا، يعني كتير صعب. يلا نقي. جد جي بالنسبة لي هن حلو سامي المصري، بس مو مثل ياسر العظمي. انت نقيت أبو جانتي. مرايا. انت أنا أبو جانتي. يا الله لك انت حصرتوني. يلا أبو جانتي. دقت القلب تبع الصفي. أنا نقيت أبو جانتي. مرايا أحلى. أخي لا تقنعني. حطه أهل الرأي وعيلة النجوم. أنا أبوه. هلا بصراحة عائلة نجوم. عائلة النجوم. أهل الرأي.
طلع إبراهيم. شو عم تستفيد؟ يعني ما راح نقي قوي، بس انه انا عم بحكي بالنسبة لي. هلا وصلنا للنصف النهائي. اول تحدي معنا ضياع او ابو جانتي. أنا بقول بجانتي. ابو جانتي. انا ضياع. ابو جانتي. ابو جانتي. لك أنا بجانتي. حيفوتني. حياة النجوم وليالي الصباحية. أنا بقول ليالي الصالحية. وانا ليالي الصباحية. هذا ما ضروري. ليالي الصالحية. صفى أبو جانتي وليالي الصالحية. ابو جانتي. ابو جانتي. خلاص أبو جانتي الرابع. قولي هلا بدنا أنا نطالع. بقول يمكن خسران أنا. هلا هون في ابو جانتي معنا الفائز. ابو جانتي يعني هذا يعتبر جائزة كأس العالم، كأس آسيا 16. هلا نشوف شو الاحتمالات. ورقتك دياب أنت أول واحد. انت اول واحد، يلا انت اللي جماعة الخير شو في ورقة قديش مكبرة. ضياع انت أنت كمان ضياع. ما زمن البرغوث. اول عقاب لك. لا أول عقاب إليه. نحن اخر شيء طلعنا لا شو هو العقاب؟ شو تتفق؟ ليش عقاب له؟ لانه هو طلع اول واحد. المسلسل طلع اول واحد، نحن طلعنا بالاخير. تمام. شو بتحب تعاقبه؟ نسرق له جواله. شو؟ هذا جوال. يا جماعة شو بدنا نعرفه؟ قالوا 5 كوب. لا ما شو هيك بدي شيء. ما بيلقى ايده أدى العظم علي الحلال ايده. يا جماعة صورني مقلب ما نزلته، إن شاء الله بنزله، نسيته. عاد خبطته كف نظامي، يعني إنه قاعد أنا عم بدرس جايبك لتسليني، بتقول لي محيت القناة. ما هو محاها الأجداد بعدين رجعها. لا أنا عملت سوفت وير للجوال ورجعت القناة. لأنه بس محاها يعني لأنه اجى قال لي محيتها ثاني يوم قال لي جبتها. لأنه ما دغري دخلت على الحساب. يمكن هذا عيب. المهم شو العقاب؟ شو العقاب؟ شو العقاب؟ ما عندي نخش لك إيدك بالقلم. شو؟ أعطيني 3 خيارات وبنقي واحد منهم. شو بدك يلا. يلا. بفكر جميلة. انا بحط قلم باصابعي وبفرك الوسط. شو؟ حتى أنا شو؟ بين اصابعها. وصل اصابعها. أنت شو بتعمل؟ حط له قلم. أنا وأنت تركض نو لاعبين. شو؟ هذا جا نو لاعبين. شو؟ نو لاعبين. لا لا يوفقك إلهي. لا هي لا، ما من ضمن التصوير، إنه ما بتقدر تصور. شو بدنا نصور؟ بدك تهلبني أنت بدون ما يتعذب. أنا بصراحة لك دي مساطر يعني على إيده مثل المدرسة. لا بس ما ملاقي شو حق. بارد. ما دخل، بس ما متذكر وين حاطط فيه خشبة. هلا ضيق شوي. القلم موجود. هلا أنت قلم وأنت لسه. طيب أعطينا واحدة ثانية. بس مو يكونوا كتير جهنميين. بحملك من سوالفة. لا سوالفي من أذني. ندانة. ايه بطلع على الصوفة برفع وبعد. لا غيره. انت حتختار. انا حطيت اللي عندي هي تنتهي صار. وانت ساوية شطة اكل شطة. لا ما عاد عنده دول اثنين ما راح يعملوا. أنا كمان مثله اللي عندي كمان. بس قلمين. شو؟ لا ما هيك ما بصير هيك. كنت كسروا لي اصابع. طيب صوابع. ثالث اللي عندي. لا اللي عنده هو اللي هي. شو درت لنا؟ تختاره. تنزل تقول أنا مجنون أنا شحات. بس لا
لا شغلات هلا بتصير. هون كده عام تعرف أبي تعرفنا راح يقولوا لأبي على يلا. شنو والله شغلة هيك روح اضرب ابوك. لا لا ما ابغى. لا يعني انه انا بس يعني أنا ما بسترجي أطلع بعيوني لحتى أضربه بكف. اصلي هذا والله هذا الحكي. المهم طيب رح اقول لك رأيي وانت بدنا نفهم. لا تقول لي بحطوا 4 أقلام هون بس شو لا يا نرفع فلا. لا فلا شوي فلا لك عقوبات قاسية إيه انا جد ما تكفو وما دخل أخي. انا يقال 10 ضغط. 10 إيه قبلهم لا دقيقة شو 10 حجي انا صراحة ولا لاجر لانه 20 لا دقيقة وقف 25 لا دقيقة وقف شو مية لغينا لا ثانية ما لغيت انا عجبني لانه وقفت على القلم حطيت 10 ضغط ما كملت انا استحكي. بيطلع اني مرفوعة. شلون يعني نطلع؟ لا. انت عم تعمل الضغط. 20 خليها 10 بدك تطلع على ظهري 20 خليها 10 انك بدك أنا تطلع على واقفة. ظهري على ظهرك وقوف. ايه واقف العقاب إلي ولا إله؟ انت توقف. انت بس حتوقف على ظهري 20 10 20 شو رأيه مو رأيي. دقيقة شوي شو مفكرني رجل آني سوبرمان مفكرني هذا بس اذا ما عملوا إذا ما عملتهم بيضربني كيف؟ لا تكفو لا اذا ما عملته بدنا نحمل لك من اذنين. أخي قبلهم والله بس يعني. 10 بس 10 ضغط وأنت واقف على ظهري 15 يلا 10 ضغط نقسم البيضة بالنص. 15 10 ما بحسن نساوي 15 اخي 12 12 يلا أخي لا استوعب إله. ضغط. هنيك كان أنا أسند على همين هو بسنده صراحة النبي أطول من الليلة يلا فصين. يلا هلا ظبط بس الوضع منيح يا جماعة هلا ها ليك وضع والعقاب يا جماعة سفينة اللي هي القلم والله عقاب أول أي والله أحسن أي إلك اللي عملتها يلا هاي الله عليك يا قيصر يا مايسترو يلا وقف اصحى فعليا 12 يلا نظامياتك تعملهم شغل. ليش هيك ركبك نازلين على الارض؟ واقف فوق انا ما بدي وقف ما بصير هيك هون بدك توقف وين ما بده وقف. واقف لي فوق هون على رقبتي خلصت يلا والله مش انا اروح طلع اصلي والله فكرت والله غيره. لك ما هون غير الرأي ما بدك عود ضغط. على عود قاعد ما بدك ضغط ما بدك. تعال اخي بحملك حمله من قدامك خلصت ما القصة. بدي من اذاني انت بتتحمل ارفعك من اذانك ها ما رافعه من اذانه على فكره رافعه من راسه شوفوا ها ما تخلع له راسه. طيب حط القلم باصابيعك خلصت القصة. ها لا ما انت هو لا ما ببغى. اصلي شو اصلي لا شد دقيقة شوي بتحنوا لبعض لا شو حنو ما عندكم اسود. الله يهدي انه الوطي لك هذا كثير يعني بالمرة هذا القلم ضخم يلا ما بدك تحطه هون وي بس والله كذاب. خلص عقاب كذا هالقد تخرطي. هو تجربة هو تجربة بيكبسها. لك تجربة انت هو بيكبس ايدي. انت بتجربها لك هو بيكبسها. لا، أنا بدي لا أكبسها. انت ما بدي. لا انا ما هو كبس لك اياها. وانا بقبل يكبس لي اياها. ها صورنا نشوف صور ما انا يعني لا اخذتها. ما انه ما لازم هو ياكل عقاب لا بس هو مشان
بده يقويها، والله اذا ما بتقويها يا انور. انا ما انت جربها، وقف دقيقة. انت شو قلت؟ يا ليش بتوصي؟ ايوه انت جربها، كل وجع نفسها. ما بدي بعدين بس احسن. يصير دوري باكل. تاكل انت بس يصير دوره انتقم منه. منطقة. خلاص. فيديو الجاي نرجع لكم. طفي. هلا هيك وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا تعملوا لنا لايك. يا جماعة لحد أنوار ثروة وطنية. هدي 500 ليرة سورية. شلون تطلع على البيت؟ حلوة ما بهاش. هيك طاوية بالنص. شلون اطوي لك اياها بالعرض؟ باين طالع لونها على الجو. يا جماعة لا تنسوا تعملوا لايك لايك. اشتراك. وصلنا الفيديو هذا مليون ما لايك. شو بدنا نطول فيديو. لا تنسوا لايك، تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب على زر الجرس. يوتيوب، فيسبوك، اكتبوا لنا بالتعليقات. ماسنجر. اكتبوا لنا بالتعليقات دوري 16 من عندكم. ونحن عاملين عم نعمل قرعة. نحن كنا افهم حكيك شوي. لأنه سلسلة هي، نحن عملنا سلسلة، أنا كتبتهم كلهم وتعذب فيهم، صار لي 4 جماعة عم بترجعهم لشي. يلا هذا اللي عندي شغل، هذا اللي ليش ما مدري شو، هذا اللي لقيت لك واحد، هذا اللي مدري شو، هذا اللي من قبل بيوم. هلا هون الحمد لله زبطت. يا جماعة المرة الجاية رح في يعني لسه في مسلسلات تركية، في انمي سبيس تون، في افضل شارع هدول دوري 32، في كمان افضل اكلة شامية، افضل نشيد، افضل شكرا موقع تواصل اجتماعي، وفي كتير شغلات يعني لسه. افضل دوري، لا افضل. خلص انتوا خلص هلا عرفتوا السيرة. السلسلة. يلا والى لقاء.